وتأمل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إن الله يغفر الذنوب جميعا، كل الذنوب؟ كل الذنوب يا شيخ. الله عز وجل يقول وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات حتى لو ما يصلي؟ ويعفو عن السيئات حتى لو كان عاق لأمه وأبوه؟ ويعفو عن السيئات حتى لو كان غارق في الربا؟ ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. من رحمة الله عز وجل أن الله تبارك وتعالى هو ينادي الشخص لأن يتوب إلى الله. قالت رسلهم أفي الله شك قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. يدعونا سبحانه، هو يدعونا. والله عز وجل يقول فقلت استغفروا ربكم. ماذا قال بعدها؟ إنه كان غفارا. وإن عظمت الذنوب أوحى الله إلى داود يا داود لو يعلم المدبرين عني كيف انتظاري لهم الله ورفقي إلى ترك معاصيهم لماتوا شوقا إلي ولتقطعت أوصالهم من محبتي. يا داود هذه إرادتي في المدبرين عني فكيف إرادتي في المقبلين عني؟ وهو الذي يقبل التوبة عن عباده وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. شيخ نايف أزيدك؟ يا ليت. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قال الله عز وجل هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. لماذا؟ قال الله عز وجل ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. يعني الله عز وجل يقول في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. بل انظر الشيء العجيب اللي بعدها يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. وهذا خبر من الله عن أحوالنا وعن حالنا مع الله جل وعلا. كلنا ذاك الرجل الذي يخطئ. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. انظر إلى المقابل وأنا أغفر الذنوب جميعا. ثم طلب منا طلب فاستغفروني أغفر لكم ورحمتي وسعت كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء
فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. يقول الشاعر: يا شاكيا هم الحياة وضيقها أبشر فربك قد أبان المنهجا. من يتق الرحمن جل جلاله يجعل له من كل ضيق مخرجا. يجعل له من كل ضيق مخرجا.